مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده، والنهارده هنشوف مع بعض إزاي نقدر نعمل select على after effect. بالذات إن أنا باشوف إن ناس كتير أوي بتستخدم الpen tool رغم إن في أداة قوية جدًا في after effect تقدر تساعدك إن أنت تعمل select لأي حاجة بدوسة زرار. حرفيًا الأداة أسهل بكتير من الpen tool وكمان مش هتحتاج منك خبرة في الselect ومش هتضيّع وقت كتير، ده غير إن أداة الselect دي في after effect هي بالضبط نفسها اللي في الفوتوشوب، يعني لو بتعرف تستخدمها في الفوتوشوب فهتبقى سهلة معاك جدًا في after effect، وفي نفس الوقت برضه لو ما بتعرفش تستخدمها على photoshop وما بتعرفش تستخدمها على after effect فهي كده سهلة ومش محتاجة منك خبرة كبيرة، ده غير إن هي هتوفّر معاك وقت ومجهود كبير جدًا وهتطلّع معاك الselect بأحسن شكل وبأدق نتيجة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل subscribe لايك وشير وتنزل تحت في الcomment تقول لي رأيك، ولو عندك أي سؤال حابب تقوله لي، وهتلاقيني سايب لك لينك الإنستجرام بتاعي في البايو، تقدر تروح هناك تعمل لي follow وهتلاقي كل الإضافات اللي أنت محتاجها للمونتاج في اللينك هناك في البايو. ويلا بينا نبدأ الفيديو. دلوقتي أول حاجة هنعملها مثلًا الشوت ده أنا حبيت أعمل select للسبجكت، هناخد منه double layer، بعد كده هندوس كليك يمين، هنطلع عند replace with after effect composition عشان يحولنا على after effect. بعد كده هيقول لك هنا سمي البروجكت بتاعك، اكتب أي حاجة زي ما تحب. بعد ما يفتح معانا بالشكل ده هتيجي هنا جنب الأستيكة هتلاقي حاجة اسمها root brush، هتدوس عليها وهترجع تدوس على السبجكت بتاعك كليكين، هتلاقي فتح لك هنا على الشاشة التانية، هتحاول تكبرها. بعد كده هتدوس الزرار اللي فوق التاب وهتبدأ تعمل select للسبجكت بتاعك بالشكل ده. بعد كده هتيجي هنا عند فريز وهتدوس له عشان يعمل ريندر عشان يقدر يقرا كل فريم والسلكت بتاعك ما يبص. زي ما انت شايف هو بيبدأ ان هو يعمل ريندر فريم باي فريم بحيث ان انت السلكت بتاعك كله يبقى متناسق وما يبقاش فيه اي غلطات. هو كده خلص. لو رجعنا على بريمير بص هتلاقي ان السبجكت بتاعنا بقى متفرغ كده، احنا نقدر نضيف تحتيه مثلا اي حاجة احنا عايزينها، وكل ده بطريقة سهلة خالص بدون البين تول وبدون ان انت تقعد تاخد وقت وتمشي على كل نقطة وكل حافة في السبجكت بتاعك وتتعب نفسك وتضيع وقت ومجهود كبير. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنت تحت. وبس كده، ده كان كل حاجة لشرح النهاردة، ويا رب اكون قدرت افيدك واوصل لك المعلومة. ولو استفدت ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير وتنزل تقول لي رأيك تحت في الكومنت، وهسيب لك برضه زي ما قلت لك لينك الانستجرام في البايو، روح هناك اعمل لي فولو وابعتوا لي كل اللي انتوا طبقتوه.